بنت قاعدة في بيتها عادي، ماسكة تليفونها بتتصفح فيه زي أي حد. فجأة يظهر قدامها صور وفيديوهات ليها نازلة على أوسخ مواقع، واسمها بقى ترند مصر. ولما تدخل تشوف تلاقي المصيبة. القصة دي حصلت حقيقي فعلا. يلا نشوف تفاصيل قصتنا. بس قبل اي حاجة اشترك في القناة واعمل لايك عشان يوصلك كل جديد. وياريت الشباب تكمل القصة للآخر عشان عاوز اعرف منكم ايه اللي يخلي شاب يعمل كده في بنت. يلا نبدأ. دعاء من القاهرة، عندها 17 سنة، ساكنة في المقطم. بنت محترمة جدا ومتربية كويس قوي، وباباها كان موظف في شركة الغاز، راجل متدين جدا، ودخل ولاده أزهر عشان يحفظوا القرآن. وطبعا احنا عارفين ان اللي بيدخل أزهر بيلبس لبس واسع وحجاب. فكانت دعاء لبسها كده، وكانت بتحفظ القرآن دايما، والدنيا كانت ماشية كويس قوي لحد ما دعاء دخلت تالتة ثانوي وأهملت في دراستها. ما كانتش بتحب تذاكر أبدا، وجابت مجموع قليل جدا، وساعتها سابت الأزهر وحولت حكومة. أول يوم دعاء دخلت فيه الجامعة شافت دنيا مختلفة خالص، وعالم تاني خالص. بنات لابسين بنطلونات جينز شعرهم سايح، والولاد بيهزروا معاهم عادي جدا كأنهم اخوات. كانت مصدومة جدا، لان هي اصلا متعودة في الازهر مفيش اي اختلاط، مفيش ولد ممكن يكلم بنت. فلما راحت الجامعة استغربت جدا، لقت الدنيا عادي وكله بيكلم بعضه وبيهزروا مع بعض. وهي كانت محرجة جدا بقى من لبسها، عشان لبسها كان واسع وكانت لابسة حجاب، بخلاف البنات اللي كانت هناك كان لبسهم بقى بناطيل وتيشيرتات قصيرة وبشعرهم والكلام ده. دعاء أول ما رجعت البيت قررت ان هي تشتري بنطلون جينز، ولما لبسته مامتها قالت لها باباكي لو شافك هيموتك. بس دعاء قالت لأ، انا مصرة ان انا البس بنطلون وهنزل بيه. اول ما باباها شافها اتجنن طبعا، وراح ماسكها ضاربها بالقلم، وقال لها لو شفتك لابسه كده تاني هقعدك في البيت ومش هتخرجي منه خالص. لكن مامتها حاولت ان هي تحتويها وتطبطب عليها، وقالت لها يا حبيبتي باباكي بيحبك وخايف عليك. دعاء اقتنعت بكلام مامتها، بس ما رجعتش تلبس الإسدال تاني، بقت يعني تلبس لبس واسع بس مش إسدال. وراحت الجامعة واتعرفت على شاب اسمه أشرف. أول ما شافته أعجبت بيه جدا، لأن كان لبسه شيك وكلامه يعني كان ناعم وبيقول لها كلام حلو كتير. حاول ان هو يتعرف عليها، بس هي في الأول صدته لأن هي مش متعودة على الكلام ده. بس مع الوقت والأيام بدأت ان هي تتكلم معاه، وهي كانت أول مرة في حياتها تعيش مشاعر الحب دي. والولد ده عرف ان هو يدخل قلبها، خصوصا ان هو وعدها ان هو هيتجوزها بعد ما يتخرجوا من الجامعة. دعاء قررت ان هي تحكي لمامتها، ومامتها قالت لها طب خليني اكلمه اشوف هو نيته ايه. وفعلا اشرف كلم مامتها وقال كلام كويس جدا. قال لها انا شايف ان بنتك محترمة قوي ومفيش زيها، واول ما خلص الجامعة هاجي اخطبها على طول. مامتها ارتاحت له قوي، وقالت لبنتها خلاص يا بنتي اتكلمي معاه، بس اي حاجة تحصل لازم ان انتي تحكيها لي. وفعلا العلاقة استمرت، بس أشرف مع الوقت بدأ يغير كلامه، بدأ يقول لها لو انتي بتحبيني ما تكسفينيش، أنا عايزة أكلمك على طول، وعايزة أكلمك كلام خاص يعني شوية. وكانت في كل مرة دعاء بتغير الموضوع، لحد ما في يوم ضغط عليها، وفي لحظة ضعف من دعاء بدأت ان هي تبادله نفس نوع الكلام بالظبط. ومع الوقت طلب منها ان هي تصور نفسها وهي باللبس الداخلي. طبعا اتصدمت وقعدت تزعق معاه ورفضت، قالت له لا انا ما ينفعش اعمل الكلام ده. هو طبعا خد جنب منها
وزعل وقال لها انتي كده ما بتحبنيش ومش واثقة فيا. بس طبعا هي كانت بتحبه جدا، وكانت دماغها لسه صغيرة وخافت ان هو يسيبها، وراحت عملت المصيبة، بعتت له الصور اللي هو طلبها. وطبعا بعد ما بعتت الصور والدنيا بقت تمام، طلب منها طلب اعلى، قال لها انا عايزك تفتحي الكاميرا، وان هم يعملوا حاجات طبعا مش اخلاقية خالص. وهي للأسف برضو وافقت. هي اصلا ما كانتش بقى تعرف ان اشرف ده كان بيسجل كل حاجة بتحصل بينهم فيديو، سواء بقى شات، سواء صور، سواء فيديوهات، كل حاجة بينهم من اول يوم هو كان بيسجلها فيديو من غير ما هي تعرف اي حاجة. بعدها طلب منها ان هي تزوره في البيت. هنا طبعا دعاء بقى فائت وقعدت تصرخ وتقول له انا غلطانة ان انا اصلا وثقت فيك. بس ساعتها بقى قال لها ايه؟ قعد يشتمها ويهددها، وقال لها لو ما جيتينيش البيت انا هفضحك. قال لها انا معايا صورك وفيديوهاتك وهنزلها على كل المواقع. طبعا البت خافت جدا وانهارت وقعدت تعيط، وراحت قفلت السكة في وشه. وبعد كام يوم دعاء كانت ماسكة تليفونها بتتصفح النت عادي، لقت اسمها بقى ترند، ولما دخلت على اللينك ده لقت صورها وفيديوهاتها منشورة على المواقع الغير أخلاقية كلها. البنت وقعت على الأرض وانهارت، دخلت المطبخ، جابت السكينة وخلصت على نفسها. وبعد كام ساعة مامتها دخلت عليها، لقيتها غرقانة في دمها، قعدت تصرخ والجيران اتلمت والشرطة جت. وبعد كده البوليس لقى التليفون كان واقع جنبها، أخد الموبايل فتحه، لقى المحادثات والصور والفيديوهات، وعرفوا ان أشرف هو اللي عمل كل الكلام ده. طبعا قبضوا عليه واعترف بكل حاجة، وقال ان امها اصلا كانت عارفة ان هو بيكلمها وكانت ساكتة. باباها لما عرف الكلام ده طلقها في نفس الوقت. وفي الاخر المحكمة حكمت على اشرف ب25 سنة سجن بسبب ان هو صورها وابتزها بدون علمها، والسبب برضو ان خلاها تنتحر. في الاخر بقى، لو انت عندك بنت او اخت او اي حد، شارك معاها الفيديو ده عشان تعرف ان اي واحد يقولك انت مراتي، انت حبيبتي، انت وانت وانت، ما ينفعش ان احنا نثق في اي حد خالص. وعايزين نعرف منكم دلوقتي مين السبب الحقيقي في اللي حصل ده، دعاء ولا اشرف ولا مامتها؟ مستني رأيك في التعليقات. لو وصلت لحد هنا ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، واتمنى ان انت تكون واحد من اول 1000 مشترك في قناتي.